يا هلا بنات، رجعت لكم في فيديو جديد. بلشت الفيديو فرجيتكم كيف انه عم ببيع كل اغراض البيت اللي انا ما هي لازمتني، ما عم بستعملها وما رح اقدر اشحنها معي على سوريا. ورح احكي لكم بالفيديو ليش ما رح اقدر اشحن معي على سوريا، الاسباب يعني. كمان بالفيديو رح احكي لكم عن تكلفة شحن الاغراض من تركيا على سوريا، ورح نجاوب على بعض التعليقات. يعني الفيديو مليء بالمعلومات المهمة، تابعوني لنهاية الفيديو. يا هلا فيكم صبايا من جديد. هذا الصحن غالي على قلبي كتير وله عندي معزة خاصة، حتى بقناتي الأولى بتشوفوه له فيديو كيف أنا اشتريته. فهذا الصحن كان كتير له عندي هيك ذكريات حلوة ومعزة خاصة، فحبيت إني ما أخذه معي على سوريا وأهديه لجارتي التركية حتى يضل لها ذكرى من عندي. فأخذته عن جارتي التركية وطلعت حكيت معها بخصوص البيت. ما بعرف إذا ضل معي وقت بهذا الفيديو رح أحكي لكم إيش صار بيني وبين جيراني الأتراك صاحبين البيت. أما بهذا الفيديو بدي أحكي لكم عن تكلفة الشحن من تركيا لسوريا. قبل ما أحكي عن تكلفة الشحن هون حابة أفرجيكم إنه أنا الأغراض اللي عم برتبهم بالكراتين، وهي خطتي من بداية إنه بدأ إني أنا أضب الأغراض، اللي هي أنا عم بضب الأغراض اللي أبدا ما هي لازمتني وما عم بستعملها. يعني أنا عندي بالبيت كتير كاسات، فأنا عم بضب 90% من الكاسات وعم بعيف بس كم كاسة بين إيدي. ونفس الشي عم بعمله مع الصحون ومع باقي الشغلات. فكل اللي عم بضبه بالكراتين هو أنا ما بستعمله أبدا. فهي خطتي للترتيب، وهيك إنه أنا كل يوم عم بضب كرتونة أو كرتونتين، يعني حسب طاقتي وحسب الوقت اللي أنا عندي إياه. أما بالنسبة لتكلفة الشحن، نحن سألنا أكثر من شركة شحن عن تكليف شحن الأغراض من تركيا على سوريا، فسألنا كتير عن تكلفة الشحن والأغلبية عطونا أرقام بصراحة بالنسبة لنا غالية. أما الناس اللي حوالي قالوا لي إنه الأسعار جدا مناسبة. مثلا شركة الشحن هاي طلبت مننا إنه $350 كل شي ما عدا اللبس. اللبس بينحسب لحال بينضاف فوقه. $350 انه بتشيل اغراضنا من البيت من تركيا لبيتنا بسوريا، واغراضنا مانا كثيرة. هدول هن اغراضنا، وشركة الشحن قالت انه جرات الغاز ما بياخدوها، يعني جرات الغاز او الغازات الصغيرة ما بياخدوها، بس هدول شفتوا الاغراض ابدا مانا كثيرة، يعني ما في غرفة قاعدة او هيك شي. مع ذلك يعني كتير ناس قالوا انه السعر مناسب، بس نحن بعد ما دورنا اكثر واكثر لقينا في شركة تانية بالنسبة لي لقيتها مناسبة أكتر. الشركة الثانية هي اللي بتعطيكي تسعيرة لكل شيء. مثلا بتقولك البراد $20، الغسالة $15، الجلاية $12، الخزينة $35. بتعطيكي هي قبل ما انت تعطيها الأغراض ايش في عندك. فبتقولك مثلا على الكرتونة $7، انت كم كرتونة فيك تحطيه حطي على راحتك. على الكمبيوتر الواحد هيك. فهي بتعطيكي انه لكل قطعة شقد تسعيرتها، وانت بتحسبي انت على راحتك وبتشوفي انت شقد قدرتك، يعني شقد عندك للشحن، شقد مخصصة للشحن $100 $200 شقد، وبتشوفي انا هو الاهم عندك انه بتقدري تشحني بتشحني. فانا هي جدا ناسبتني ولقيتها انه كتير مناسبة لإلي. فشفت انا الشيء اللي انا بقدر بشحنه السعر ناسبني، اللي شفت انه مثلا اجرة شحنه بتستاهل بيستحق اني اشحنه، وعملت هذا الشيء. فمثلا انا عندي البراد والغسالة كتير مهمين، وانا اشتريتهم من هون جداد ما اشتريتهم مستعملين، فتكلفة شحنهم ابدا ما غالية. والكرتونة الوحدة عليها $7 ما غالية، لاني رح احط فيها شغلات كتير مهمة، ويمكن يكون اغلبهم لهم هيك قيمة معنوية اكتر من المادية، فحسيت انه مهمين. اما الخزن، على الخزينة الوحدة $35 لقيت انه كتير ماكن ما بتسوى. انا بهونيك $35 بشتري خزينة جديدة يمكن، فما هي مستاهلة ابدا عذابة ابدا ابدا. يعني لقيت هاي الشركة كتير مناسبة لإلي، يعني ناسبتني كتير ورح اتعامل معها ان شاء الله. وعلى فكرة هيك صار أسهل علي، يعني أنا صرت هلأ بعرف إيش هو الشي اللي رح أشحنه والشي اللي ما رح أشحنه كلياته رح أبيعه. مثلا الخزن، الدشكات، السجادات، الشغلات اللي ما رح ناخدها معنا كلياتها رح نبيعها. يعني باختصار يا صبايا، أجور الشحن من تركيا لسوريا حسب كل شركة، فأنتوا لازم تدوروا على أكتر من شركة. وأنا انتبهت إنه كل الشرك بتتعامل بالدولار، فإذا أنتوا عطيتوهم كل أغراض بيتكم اللي بدكم تنقلوها من تركيا على سوريا رح يطلبوا منكم الأجور بالدولار، كلهم رح يطلبوها بالدولار.
وفي منهم مثل ما قلت لكم بياخدوا على العفش كامل اللي انتم بتكتبوه، وفي منهم بقولوا لكم على القطعة، فانتوا يلي رح تختاروا. يعني يا بنات هي تجهيزاتي، عم بحاول أضب على 100 مهلي أغراض البيت اللي ما هي لازمتني وما عم بستعملها هلأ قبل ما يجي موعد سفرنا. وموعد سفرنا رح يكون قريبا إن شاء الله. بالفترة الأخيرة كتير عم تجيني تعليقات إيجابية وتعليقات سلبية، وأنتوا بتعرفوا أنه أنا دائما يعني ما بهتم للتعليقات السلبية، وبهتم بس بالتعليقات الإيجابية لأنه بحسها هي اللي بترفع لي معنوياتي. بس أحيانا بحب أرد على التعليقات السلبية، ما بعرف ليش بس بحب أرد عليهم. في صبية عم تقول يا ريت تشجع السوريين اللي في مصر يرجعوا هم كمان عشان البلد تتنظف منهم، ناشديهم في الفيديو. هي أكيد ما أنا مصرية، أنا متأكدة إنه هي الصبية ما أنا مصرية، ومن الكتابة مبينة إنه ما أنا مصرية. هي من دولة عربية تانية، أنا ما بدي أقول أي دولة بس يمكن أغلبكم عرفتوا مين أي دولة تانية، وهي بس لحتى تعمل فتنة مو أكتر، عرفتوا؟ فهدول أنا بدي أسميهم ذبابات إلكترونية مو أكتر، فما تردوا عليهم. إذا شفتوهم بالتعليقات ما تردوا عليهم. هاي صبية كاتبة مشتركة جديدة، ليش السوريين أو السوريات عم يرجعوا على بلدهم؟ ممكن تردي. والله يا روحي لأنه تعبوا كتير كتير كتير، أتعبتهم الغربة بشكل لا يوصف لا يوصف، فكرمال هيك عم يرجعوا. وعلى فكرة في ناس عم بيقولوا يعني كلام كتير بالتعليقات. شوفوا يعني أكتر شي صعب على السوري هلأ وقت اللي بده يرجع على بلده إنه بده يترك الناس اللي بيحبون هون بتركيا. يعني نحن وقت اللي طلعنا من سوريا على تركيا تركنا الناس اللي بنحبهم بسوريا، وهلأ وقت اللي بدنا نرجع رح يصير العكس، عرفتوا؟ يعني هلأ كمان نحن رح نترك الناس اللي بنحبهم هون ونرجع على سوريا، فكمان رح يصير في عنا غربة تانية. ف الله يفرج همومنا كلياتنا كل المسلمين، كل مسلم الله يفرج همه يا رب، كل مريض الله يشفيه، كل فقير الله يغنيه، كل مهموم الله هيك يفرج همه. كل إنسان عنده هم الله يفرج همه، كل إنسان مسلم. هون نحن عملنا هيك مثل ما قلت لكم، ما بعرف إذا ذكرت بالفيديو ولا لا، طبخة بسيطة اللي هي مفركة البطاطا، فحبيت أفرجيكم إياها، طبخة بسيطة وسريعة. ما بعرف إذا انتبهتوا بالفيديو، أنا وجوزي كنا عم نحكي بشغلة بس كنت عم بحكي بالتعليق ما حسنت أحكي لكم عنها، اللي هي إنه هو طريقة الفرم تبعيته مختلفة عن طريقتي، فأنا طريقتي أسرع أما هو طريقته كتير هيك هادية. فأنا من الناس اللي ما بعرف الهدوء، ما بعرف ليش ماني هادية أبدا، فقلت له انه بدي اصور طريقتك وطريقتي واشوف مين اللي طريقته صح. هو كان عمال بيقسم البطاطا دوائر وانا لا، خلص البطاطا كلها فرمتها، فاين هي الصح؟ اين هو هيك حبيت اخذ رايكم بهي الشغله. هو اللي طبخ لنا اياها الله يسلم ايديه، لانه كان ابني حرفيا متعبني كتير، والله صار له ابني يمكن اسبوع عم يطلعوا سنونه، من عند اللي كنا بانقرة كانوا عم يطلعوا سنونه، ويمكن اهلي شافوا انه باخر 3 ايام عندهم ما بقى يسكت ابني ابدا، وعند اللي رجعنا من عند اللي رجعنا لهلا ما عم يهدى، فعم بجي لاخر الليل عم بكون مثل يلي منزله 3-4 سيارات حجر، كتير عم بتعب هيك، يعني مثل اللي شايله جبال، بجي فرطها من التعب لاخر الليل. بتعرفوا صايرة عم بنام 9:30 10 9:30 10، أنا مالي بالعادة هيك، أنا بالعادة بضل للوحدة للتنتين لثلاثة لأنام، مو لثلاثة لا بس يعني للوحدة للتنتين 1:30 2 لأنام، بس آخر فترة من كتر التعب عم بنام على الساعة 9:30 10، عم بكون فارطة تعب. فهذا هو يا بنات، لهون بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا في عندكم أسئلة أكتر كتبوها بالتعليقات، وما بدي أنسى أشكر كل صبية انضمت جديد لقناتي، شكرا لكل صبية انضمت جديد لقناتي، وشكرا لكل حدا عمال بحط لايك، شكرا لكل حدا عم يشترك بالقناة. بشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة وبأحداث جديدة. سلامات.